متخرجه من الكليه بقالي 3 سنين والكليه طلبت مني تاسك اعمله. هلوز، انا سناء وبشتغل ريزن ارت. الكليه بتاعتي كان عندها ضيوف مهمين جدا، والدكاتره كانوا عاملين تاسك للطلاب انهم يعملوا جيفت للضيوف دي، وحبوا ان الجيفت يكون من الريزن. وصاحبتي كانت معيده في الكليه هناك وكانت عارفه ان انا بشتغل ريزن، فكلمتني وقالت لي يا سناء احنا عايزين نعمل كذا وكذا، ممكن تعمله لنا؟ وطبعا انا كنت مبسوطه جدا ان الحاجه دي هتتعمل من عندي، والاحلى كمان انها الكليه بتاعتي. الفكره كانت ان احنا هنحط نباتات مجففه جوه الريزن، وكانوا طالبين كامومايل ولافندر وهيبسكس وكلوف. فبدات رحله البحث ورحت للعطار ودورت على كل النباتات اللي محتاجينها، ومعظمهم كان عندي. لكن المشكله يا جماعه هنا كانت في اللافندر. انا كنت متحمسه جدا ان انا اعمله، بس اكتشفت ان اللي موجود عند العطار كان العشب الاخضر مش اللافندر البنفسجي اللي كان في دماغي. وفي الاخر لقيت البذور، بس برضه شكلها ما كانش يطلع حلو في الريزن، فاعتمدنا على الهيبسكس والكلوف والكامومايل. وبصراحه النتيجه طلعت لذيذه جدا، خصوصا القرنفل والكامومايل، شكلهم جوه الريزن كان جميل قوي يا جماعه. والاجمل بالنسبه لي ان بعد 3 سنين من التخرج الكليه تفتكرني وتطلب مني حاجه زي دي. حسيت اني رجعت ليها شويه، بس اخرهم معايا كده، محدش يرجعني الكليه تاني بقى. قولوا لي يا ترى من التاسك عرفتوا كليتي كانت ايه ولا لا؟